المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان، سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حاكم القشبركة يتفقد الأنشطة التنموية في شامبيكو. دعوة للمرافق الخدمية من أجل تطوير القطاع السياحي. مستشفى كرن يشهد إجراء عمليات جراحية لزرقة العين. المجلس العسكري في النيجر يعلن مقتل 12 جنديا في هجوم. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان. وألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء منظومة آرو 3 الصاروخية. أهلا بكم. تفقد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي يوم 28 من سبتمبر تفقد برامج التنمية التي يقوم بها الشعب وقوات الدفاع في مديرية شامبيقو. وتفقد السفير محمود حروي رفقة مدير مديرية شامبيقو السيد كحسي أسرات بناء فصول إضافية في ضاحية بوشوكا، موضحا البحث من الجهات المعنية سبل حل نقص الأثاثات المدرسية. وزار أعمال بناء وتوسيع الطريق بارنتو مندفر الذي تقوم به شركة بدو للإنشاءات العامة، وقدم له شرحا من المشرفين على العمل. وأشاد السفير محمود عند زيارته أنشطة بناء حفير وفصول دراسية في ضاحيتي كوتوبيا وعد مألل، أشاد بمبادرات قوات الدفاع. وتفقد أيضا أنشطة التشجير التي تقوم بها امرأة نموذجية في ضاحية تولي جمجا، داعيا ليكون العمل مثالا يحتذى به وتقديم الدعم للمرأة. وأكد سعادة السفير محمود علي حروي على تقديم إدارة الإقليم المساهمة للدفع ببرامج التنمية الجارية في مديرية شامبيقو. دعا المدير العام لقسم السياحة في إقليم القشبركة العقيد حامد يوسف في مناسبة إحياء اليوم العالمي للسياحة التي نظمت في بارنتو يوم 27 من سبتمبر. دعا المرافق الخدمية للعمل من أجل تطوير قطاع السياحة، وأوضح الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لاستكشاف القطاع والتحديات التي واجهته بخلق بيئة مريحة للزوار من خلال توفير الضيافة والتعريف بالموارد الطبيعية والتي من صنع الإنسان. وأوضح مسؤول فرع البحوث ومراقبة الموارد السيدة سمرت قبر مدهن دور قطاع السياحة في اقتصاد البلاد. وحث حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي مقدمي الخدمات السياحية على تحمل المسؤولية في ضمان الأمن البيئي والاستقرار وكذلك الصحة والأخلاق. واقترح أعضاء جمعية مقدمي خدمات السياحة في مديرية بارنتو تحسين الفجوة في توزيع المنتجات المحلية للمشروبات وتنظيم دورات تدريبية ومحاضرات لمساعدة العاملين. ويتم الاحتفال بيوم السياحة هذا العام للمرة 44 عالميا و28 على مستوى البلاد. أجريت عمليات جراحية لزرقة العين لأكثر من 400 مواطن في مستشفى كرن في الفترة من 18 وحتى 25 من سبتمبر بالتعاون مع فريق أطباء البصر وأطباء إرثريين. وأجريت الفحوصات الطبية ل 2700 مريض عيون، بينما أجريت العمليات الجراحية لزرقة العين ل 419 مريض، بينهم 8 أطفال ولدوا بزرقة العين، وتقديم الخدمات العلاجية بالرقاد ل 600 مريض عيون. وأوضح مسؤول طب العيون في المستشفى السيد كحساسيوم عن أهمية العمليات الجراحية التعاونية للمواطنين من 9 مديريات في إقليم عنسبة. وأشار إلى توزيع نظارات العيون الشمسية للذين أجريت لهم العمليات ونظارات القراءة والأدوية للذين أجريت لهم الفحوصات الطبية. وقال المدير الطبي لفريق أطباء البصر الدكتور محمد حسين إنهم يجرون العمليات الجراحية للمرة الثالثة في مستشفى كرن، مشيدا بتعاون إدارة وأطباء المستشفى. وذكر مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى في وزارة الصحة السيد ألم زكرياس أن مرض زرقة العين الذي أصبح أساس العمى يحتاج إلى المتابعة.
هذا وتتواصل العمليات الجراحية الجارية بتعاون فريق أطباء البصر في بارنتو ودك أمحرم. تبرع أعضاء جمعية أصحاب سيارات الأجرة بالأقليم الأوسط ب30 كيس دم يوم 29 سبتمبر لتنمية محتوى بنك الدم الوطني. وقال مسؤول خدمات التبرع بالدم في الجمعية الشاب يوناس ساميكائيل لوكالة إيرينا أنهم تبرعوا ب650 كيس دم بالتبرع 3 مرات سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر أعضاء الجمعية أن كل واحد منهم يتبرع للمرة التاسعة، مضيفين أنه ليس هناك مكافأة أعظم من رؤية حياة تنقذها بالتبرع بالدم. وأوضحت عضوة بنك الدم الوطني الممرضة ألما زكرياس أن التبرع الطوعي بالدم هو المصدر الرئيسي لتنمية محتوى بنك الدم الوطني. وأفاد المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستي جمع كمية أكبر من المخطط له في الأشهر الستة الماضية بفضل برامج التبرع الطوعي بالدم التي نظمها الاتحادات الوطنية والمؤسسات على مدار العام. نظمت أنشطة نفير في حمل مال لنظافة البيئة بهدف ضمان الصحة العامة. وذكر السكان أن معدل الإصابة بمرض الملاريا كان مرتفعا العام الماضي، وأنهم اتخذوا المبادرة للسيطرة على ذلك من خلال نظافة بيئتهم. أوضح مدير بلدة حمل مالو السيد ناصر سعيد إنهم يقومون بأنشطة نظافة كل الأربعاء والسبت لإنجاح الحملة والتخفيف من المشاكل الأخرى. وأفاد مسؤول مكتب الصحة الممرض إلياس يماني أن حملات النظافة التي بدأت منذ شهر مايو في ضواحي زيرو وغنفلوم وبلدة حمل مالو كانت فعالة، حيث يتم تنفيذها بالتنسيق مع إدارات الضواحي ولجان القرى. وأشار إلى أن الحفاظ على النظافة البيئية يعرض إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصة الأمراض المرتبطة بالناموس مثل أمراض الحميات وأمراض المياه وأمراض العيون وأمراض الجهاز التنفسي. وقال إن البرنامج الذي بدأ قبل 13 سنة لتنفيذ النظافة الجماعية أدى إلى إدخال المراحيض بنسبة 100%، ويجري متابعته بالتنسيق مع لجنة المديرية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قتل 7 جنود في هجوم بغرب النيجر شنهم مسلحون، فيما قضى 5 آخرون في حادث سير وقع في أثناء عملية التدخل ردا على هذا الهجوم بحسب ما أعلن وزير الدفاع. ووقع الهجوم في كانداكي على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر. وفي وقت سابق قالت 3 مصادر من بينها ضابط برتبة كبيرة لرويترز إن 10 جنود على الأقل قتلوا. ولم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم، وتنشط جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقال بيان وزارة الدفاع أن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم، ولم تقدم مزيد من التفاصيل. قتل وأصيب العشرات في تفجيرين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بخنقدو في باكستان. ووصف مسؤولون الهجومين بالإرهابيين. واستهدف التفجير الأول احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وأسفر عن مقتل 52 قتيلا وفقا لمسؤولين باكستانيين. ووقع التفجير الثاني بفارغ ساعات داخل مسجد في منطقة هونغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر شمال غرب البلاد، وخلف 4 قتلى و5 جرحى بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر رسمية باكستانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط في الشرطة المحلية نذار أحمد أن ما بين 30 و40 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المسجد في هونغ. وقعت ألمانيا وإسرائيل خطاب التزام بشراء برلين منظومة آرو 3 الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية التي يمكنها تدمير الصواريخ المعادية على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومترا خارج الغلاف الجوي. وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في برلين إعلان نوايا بخصوص شراء ألمانيا لنظام الدفاع الصاروخي آرو 3 الإسرائيلي. وقال بيستوريوس في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإسرائيلي إن التوقيع على الاتفاق يعد يوما تاريخيا بالنسبة للبلدين، وتهدف صفقة آرو 3 إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة. ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة. حثت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة على وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي وتخريب السلام في المنطقة. أدلى المتحدث وو تشيان بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري عندما طلب منه التعليق على استخدام البحرية الفلبينية لزورقي دورية تبرعت بهما الولايات المتحدة لزيادة الدوريات في بحر الصين الجنوبي المتوتر بالفعل. وسيقوم زورقاء الدورية بمهام تشمل مرافقة السفن المستأجرة لتوصيل الإمدادات إلى منطقة ريناي المرجانية مع سفن خفر السواحل الفلبينية وفقا لما ذكره مسؤولون فلبينيون في تقارير إخبارية. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. حاكم الجاشبركة يتفقد الأنشطة التنموية في شامبيقو. دعوة للمرافق الخدمية من أجل تطوير القطاع السياحي. مستشفى كرن يشهد إجراء عمليات جراحية لزرقة العين. المجلس العسكري في النيجر يعلن مقتل 12 جنديا في هجوم. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان. ألمانيا وإسرائيل توقعان اتفاق شراء منظومة آرو 3 الصاروخية. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.